كان يوم 24 إبريل سنة 1915. ليلة اتسجلت في ذاكرة شعب كامل. في الليلة دي اتلم مئات من المثقفين والقادة الأرمن في العاصمة اسطنبول واتاخدوا بعيد وما رجعوش تاني. الليلة دي كانت بداية حاجة أكبر بكتير، بداية جرح اتسمى بعد كده مذبحة الأرمن. مئات الآلاف من الأرمن اتسحبوا من بيوتهم، مشوا مسيرات موت في الصحراء من غير أكل ولا مية لحد ما الأرض نفسها بلعتهم. ستات اتساووا لوحدهم، أطفال اتفرقوا على أهاليهم، ورجالة اتعدموا بالرصاص. والمشهد كله كان متغطي بدعاية بتقول دي حرب ودي ضرورة. لكن التاريخ منسيش، الموضوع ما كانش مجرد حرب، كان خطة متعمدة للإبادة، خطة قلبت حياة شعب ولسه لحد النهاردة بتعمل صداع في السياسة والتاريخ. النهاردة في حواديت قبل النوم هنفتح الملف اللي تركيا نفسها بتحاول تقفله، ملف مليان دم وخيانة وصمت عالمي مش غريب، مذبحة الأرمن. الأرمن مش غرب عن الأناضول، ده وطنهم من آلاف السنين. جوه الدولة العثمانية كانوا بيتحسبوا من الملل، يعني جماعات غير مسلمة ليهم وضع خاص، عايشين وسط الأتراك، ليهم كنايسهم مدارسهم وتقاليدهم، وكانوا بيسموهم الملة الوفية أو الملة الصادقة عشان كانوا دايما ملتزمين بالقوانين ومش عاملين قلق. لكن مع مرور الزمن الوضع ما كانش وردي زي ما بيبان. الأرمن كانوا دايما تحت الضغط، ضرايب تقيلة، تمييز، وأوقات كتير اتعرضوا لمذابح محلية من أيام القرن ال19، خصوصا في التسعينات على إيد السلطان عبد الحميد الثاني. مع دخول القرن العشرين الدولة العثمانية نفسها كانت بتتهاوى، هزيمة ورا هزيمة، أراضي بتروح واقتصاد بيضعف. وسط ده كله ظهر حزب الاتحاد والترقي، أو اللي بقى بعد كده تركيا الفتاة، جماعة قومية تركية عندها حلم واحد، تعيد مجد الإمبراطورية بس على طريقتهم. القوميين دول شافوا إن الأقليات وخصوصا الأرمن خطر داخلي. ليه؟ عشان الأرمن كانوا عايزين إصلاحات سياسية، مساواة، وأوقات لجأوا لروسيا القيصرية اللي هي عدوة الدولة العثمانية عشان يضغطوا على السلطان، فالشكوك زادت والكراهية بقت أكبر. مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في سنة 1914 الوضع انفجر. الدولة العثمانية دخلت الحرب جنب ألمانيا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا. الأرمن اللي عايشين بكثافة في شرق الأناضول على الحدود مع روسيا بقوا في نظر الحكومة طابور خامس. اتهامات بالخيانة، إشاعات إنهم بيتعاونوا مع الجيش الروسي، والخوف اتحول بسرعة لغضب، والغضب اترجم لقرارات مرعبة. الجو كان عامل زي برميل بارود مستني الشرارة. الشرارة اللي ولعت يوم 24 إبريل 1915. ليلة 24 إبريل 1915 اسطنبول كانت نايمة، بس الجنود العثمانيين كانوا صاحيين. أوامر صدرت من الاتحاد والترقي بشكل مباشر إن لازم يتقبض على المثقفين والزعماء الأرمن. وفي الساعات الأولى من الفجر الجنود انتشروا في أحياء الأرمن، كل باب بيتخبط بقوة، كل شارع بتلم فيه رجال دين، أطباء، معلمين، نواب في البرلمان، صحفيين. أكتر من 200 شخص اتلموا في الليلة دي لوحدها. اتساقوا في عربيات وراحوا للسجون، وبعدها اتنقلوا في قوافل صغيرة مجهولة الوجهة. الليلة دي مش مجرد حملة اعتقالات، دي كانت رسالة. القيادة العثمانية كانت عايزة تقطع راس المجتمع الأرمني، فلو شلت المثقفين والقادة يبقى الشعب كله هيبقى عاجز ومش عارف يدافع عن نفسه. وبالفعل محدش منهم رجع، بعضهم اتقتل في الطريق والبعض التاني اختفى للأبد. واللي حصل في 24 إبريل اعتبروا الأرمن بداية الإبادة. اليوم ده لحد النهاردة هو يوم الذكرى، ومن بعدها القرارات اتوسعت، مش بس قادة لكن شعب كامل هيتم القضاء عليه. وبعد أيام قليلة طلعت الأوامر الكبرى، الترحيل الجماعي للأرمن من بلادهم وقراهم ومدنهم. لكن كلمة ترحيل هنا ما كانش معناها انتقال، ما كانش معناها حد يمشي من حتة لحتة، ما كانش معناها حد يتهجر من مكان لمكان، كان معناها حكم بالإعدام زي اللي بيحصل النهارده. بعد قرارات الترحيل القرى الأرمنية اتقلبت جحيم. الجنود العثمانيين دخلوا البيوت فجأة، معاكم نص ساعة تسيبوا كل حاجة وتطلعوا. الناس ما خدوش غير اللي عليهم، البيوت اتقفلت، المحلات اتنهبت، والكنائس اتكسرت. القوافل بدأت تتحرك، آلاف الأرمن رجالة وستات وأطفال اتساقوا في مسيرات طويلة ماشية على رجليها في طرق صحراوية. الرحلة كانت متعمدة تبقى قاسية، مفيش أكل، مفيش مية، أي حد بيتعب أو يقع رصاصة في راسه. اتشكلت في الوقت ده وحدات شبه عسكرية اسمها التشكيلات المخصوصة، ودي كانت ميليشيات اتجمعت من مجرمين خرجوهم من السجون مخصوص عشان ينفذوا المهام القذرة. وفي كل محطة كان العدد بيقل، في اللي مات من الجوع والعطش، في اللي اتقتل على الطريق، وفي اللي اتباع كعبيد. حتى الأطفال اتاخدوا من أهاليهم وتوزعوا بالقوة على أسر مسلمة عشان يسيبوا هويتهم الأرمنية للأبد. الطرق اللي مشوا فيها الناس دي
اتسمت بعد كده مسيرات الموت. المسيرات دي ما كانتش صدفة، دي كانت أداة من أدوات الإبادة. اللي بيحصل ما كانش مجرد جنود سايبين نفسهم للغضب، لا، ورا الكواليس حزب الاتحاد والترقي كان بيحط الخطة. القادة الثلاثة أنور باشا، طلعت باشا، وجمال باشا كانوا شايفين إن وجود الأرمن خطر على تركيا الجديدة، والحل التطهير. أوامر رسمية أصدرت من وزارة الداخلية ترحيل الأرمن من مناطقهم لأماكن تانية، لكن الترحيل ده ما كانش ليه أي تجهيز، ولا إطارات كافية، ولا معسكرات لاستقبالهم، ولا أكل ولا مية. يعني القرار نفسه كان حكم بالموت الجماعي من غير حتى عمليات الاغتيال. وهنا ظهرت التشكيلات المخصوصة، وحدات اتجمعت من مجرمين مطلعينهم من السجون، دورهم يمشوا القوافل، ينهبوا اللي معاهم، ولو حد قاوم يقتلوه. دي ما كانتش وحدات رسمية من الجيش، لكنها أداة للتنفيذ من غير ما الحكومة تسيب بصمتها المباشرة. في وسط كل ده كان في كمان مصادرة منظمة لأملاك الأرمن، بيوت اتاخدت، محلات اتوزعت، أراضي اتسجلت بأسماء جيران أو رجال في السلطة. يعني الإبادة ما كانتش بس قتل، كانت كمان نهب ممنهج. حتى السفارات الأجنبية كانت شايفة اللي بيحصل. السفير الأمريكي هنري مورجنتاو كتب في تقريره إن اللي بيحصل ما كانش ترحيل، وكانت خطة للإبادة. يعني النية كانت واضحة، وورق الحكومة نفسه بيثبت ده. الموضوع ما كانش غضب لحظي، لكنه كان قرار سياسي مقصود. الترحيل الجماعي كان طريق موت مرسوم خطوة بخطوة. اللي اتسموا بعد كده قوافل الأرمن كانوا بيتعرضوا لاعتداءات متكررة وهم في الطريق. رجالة كتير منهم اتفصلوا عن أسرهم واتقتلوا جماعيا على أطراف القوافل. الجثث كانت بتتساب في العراء عشان تكمل القوافل سيرها، والناس عينيها شايفة النهاية. وفي كل محطة العدد يقل، وناس بتموت من الجوع والعطش، وناس تانية بتتقتل بشكل مباشر. وفي النهاية الطرق دي كلها كانت بتقود لنفس النقطة، الصحراء السورية، وتحديدا دير الزور. اللي بيوصل هناك قليل جدا، واللي يوصل في القليل ده كان بيبقى نص ميت. دير الزور بقت مقبرة مفتوحة، آلاف مؤلفة انتهت حياتهم هناك من غير قبر ولا شاهد. على قد ما المسيرات دي ما كانتش منظمة عشان الناس توصل، لكنها كانت منظمة بطريقة ممتازة كوسيلة تخلي القتل نفسه يتم كجزء من الطريق. كل الطرق كانت بتودي لهناك. دير الزور مدينة صغيرة في قلب الصحراء السورية، لكن سنة 1915 بقت الاسم المرادف للجحيم. طب ليه دير الزور بالذات؟ في الوقت ده كانت سوريا تحت حكم جمال باشا، وهو أحد مدبري المذبحة، وبالتالي زي ما ليها بداية كان لازم يبقى فيه نهاية للمسيرة. اللي فضل عايش بعد شهور الترحيل الطويلة كان بيوصل زي ما قلنا يا مرهق يا جعان يا عطشان، والآلاف اتكدسوا حوالين المدينة من غير مأوى ولا أكل ولا خيم، ومفيش مخازن، مفيش أي تجهيز لاستقبال بشر بالعدد ده. الأمراض انتشرت بسرعة، والجوع كان بيقتل أكتر من رصاص. ناس بتنهار وتموت في الشارع، أجساد بتترمي من غير دفن، ودير الزور اتحولت تدريجيا لمقبرة مفتوحة. مفيش عداد قادر يحصي كم واحد انتهت حياته هناك، بيقولوا ما بين 600,000 ل1,200,000. التقارير الدبلوماسية اللي اتبعتت وقتها وصفت المشهد بوضوح: مدينة غارقة في الموت، الأرمن بيتساقوا زي القطيع، وفي النهاية بيموتوا واحد ورا التاني. دير الزور ما كانتش محطة عابرة، لكنها كانت الخاتمة لمعظم المسيرات. اللي ما ماتش في الطريق مات هناك. المجازر ما كانتش سر. سفراء وقناصل الأجانب في اسطنبول والمدن الكبرى كانوا بيكتبوا تقارير يومية. أشهرهم السفير الأمريكي هنري مورجنتاو، اللي وصف اللي بيحصل وقال إنها مش ترحيلات وإبادة متعمدة. تقارير مشابهة اتبعتت من القناصل الألمان والنمساويين، رغم إن بلادهم كانوا حلفاء للعثمانيين، لكنهم شافوا بعينيهم القوافل وهي بتمشي والناس وهي بتموت في الطريق. حتى الصحافة العالمية نشرت أخبار وقتها في لندن وباريس ونيويورك، اتكتب عن الكارثة الأرمنية، لكن العالم كان غرقان بقى في الحرب العالمية الأولى. كل دولة مشغولة بجبهتها، فالأرمن بقوا ملف جانبي بيتسجل في الورق من غير ما حد يتدخل بجد. كان في تعاطف لكن مفيش رد فعل. التحذيرات اتسجلت لكن الإبادة استمرت. وصوت الأرمن زي الفلسطينيين ضاع وسط ضوضاء المدافع الكبرى للحرب. الحرب العالمية الأولى خلصت والدولة العثمانية وقعت، لكن الأرمن ما رجعوش. اللي نجا من الترحيلات اتشتت في بلاد العالم: لبنان، سوريا، أوروبا، وأمريكا. الجاليات الأرمنية اتكونت في المنفى، وكلها شايلة نفس الجرح، نكبة 1915. وفي وسط الشتات اتولدت فكرة العدالة. بعض الناجين الأرمن قالوا إن ما ينفعش المسؤولين يفلتوا، وهنا بدأت عملية نيمسيس. مجموعة من الناشطين الأرمن نظموا خطة اغتيال للقادة اللي كانوا مسؤولين عن المذابح في شوارع برلين وغيرها. واحد ورا التاني وقع. طلعت باشا وزير الداخلية اللي أصدر أوامر الترحيل اتقتل سنة 1921 على إيد شاب أرمني اسمه سوجومون تهلريان، وغيره من القادة اتصفوا بنفس الطريقة.
الاغتيال دي ما كانتش مجرد انتقام، دي كانت رسالة الأرمن بيقولوا فيها للعالم حتى لو انتوا ساكتين احنا مش هنسكت. في المقابل الدولة التركية الجديدة اللي هي الجمهورية يعني اختارت طريق مختلف، الإنكار. قالوا مفيش إبادة، دي كانت حرب، ومن وقتها لحد النهاردة الموقف الرسمي لتركيا هو الإنكار، بينما الأرمن في الشتات بيحيوا الذكرى كل 24 إبريل. الذاكرة الأرمنية ما بقتش مجرد تاريخ، هي قضية ولحد النهاردة بتقسم السياسة والتاريخ. خلصت الحرب وما خلصتش القصة. لحد النهاردة مذبحة الأرمن واحدة من أكتر القضايا الجدلية في القرن العشرين. الدولة التركية من وقت أتاتورك ولحد دلوقتي موقفها واحد، إنكار. يقولوا مفيش إبادة، الأرمن كانوا ضحايا ظروف حرب وماتوا زي غيرهم، وبيزودوا كمان كلام عن خيانة الأرمن وتعاونهم مع روسيا، وكأن ده بيبرر اللي هم عملوه أو اللي حصل. لكن في الناحية التانية أكتر من 30 دولة اعترفت رسميا إن اللي حصل هو إبادة جماعية. البرلمان الفرنسي، البرلمان الأوروبي، مجلس النواب الأمريكي، وحتى بابا الفاتيكان نفسه استخدموا كلمة إبادة. بالنسبة للأرمن الاعتراف مش رفاهية، الاعتراف جزء من العدالة. كل 24 إبريل بيتجمعوا يولعوا شموع، صلوات، والشعار واحد، نتذكر ونطالب بالاعتراف. لكن لسه السؤال بيطارد، هل الاعتراف الدولي كفاية من غير محاسبة؟ وليه العالم ساكت طول السنين دي؟ الجدل مستمر والذاكرة مش بتموت، وبين الإنكار التركي والاعتراف الدولي الأرمن لسه بيعيشوا مع جرح ما اتقفلش من سنة 1915. مذبحة الأرمن مش مجرد فصل من فصول الحرب العالمية الأولى، لكنها كانت إبادة جماعية حاولت تمسح شعب من على الخريطة. مات الآلاف اتسحبوا من بيوتهم، ماتوا في الطريق، أو انتهت حياتهم في دير الزور، المقبرة المفتوحة، واللي نجا اتشتت في بلاد العالم. لكن الذاكرة لسه حية. كل 24 إبريل الأرمن بيولعوا الشموع عشان يفتكروا، والعالم كل مرة بيتسأل ليه الحقيقة دي مش متفق عليها لحد النهاردة. وهنا بيجي السؤال اللي لازم يفضل يرن في ودنا، يا ترى ايه هي الخطيئة الأكبر في الحكاية دي؟ هل هي خطيئة القتلة اللي خططوا ونفذوا، ولا صمت العالم اللي شافه سكت كالعادة، ولا إنكار الحاضر اللي بيحاول يمحي جرح الماضي؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.